زيدان ما تطردش فقط من ريال مدريد، لكنه خدع الجميع بواحد الطريقه غير متوقعه. دونك عزيزي المشاهدين نشوفوا شنو دار زيدان باش يخدعنا كاملين من الاخر. بعد ما شهر الحكم البطاقه الحمراء فوز زيدان في كاس العالم 2006 امام ايطاليا. هاد البطاقه واللي خلاتنا جميع كنظنوا بان هاد اللاعب الاسطوري غادي تنهي المسيره ديالو بحيث انه كان السبب في خساره فرنسا للنهائي، ولكنه من بعد عام واحد فقط جات واحد ضربه جزاء اللي غيرت مجرى التاريخ، وبالاحرى غيرت حياه زيدان وخلاته من اكبر واحسن اساطير كره القدم خصوصا في خط الوسط. هاد ضربة الجزاء واللي جات ايضا ضد ايطاليا خصوصا ضد الحارس الاسطوري جالويجي بوفون، واللي ضربها بانيكا اللي خلاها تكون من اجمل ركلات الجزاء اللي تنفذات عبر التاريخ. زيدان اللي حول هاد الاهانه اللي تعرض ليها الى شي حاجه اقوى واسطوريه اللي خلاته يكون واعر. هادشي اللي خلانا نستافدوا بانه الفشل ماشي نهايه المطاف، بل انه كيزيد يقويك باش تكون اقوى واقوى واحسن من اي وقت مضى. دونك عزيزي المشاهد ما تنساش تهبط لتحت تقول لي وكا كنتي تا بلاص زيدان شنو كنتي غادي دير، وتهبط لي واحد لايك وفولو. كان معاك الدنا، سلام.